كلمة للمتدخلة السيدة النائبة المحترمة السيدة سميرة حجازي في حدود 5 دقائق و25 ثانية. السيد رئيس الحكومة، في نفس السياق يعتبر تأهيل المستشفيات العمومية إحدى التحديات المطروحة أمام إصلاح المنظومة الصحية في ظل ما تعرفه البنيات التحتية الطبية الصحية من صعوبات ومشاكل تحول دون القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب وبما يتلائم مع متطلبات إصلاح المنظومة الصحية، سواء على مستوى الاكتظاظ أو على مستوى تقريبها من المواطنين أو صيانتها أو إصلاحها أو عدم تشغيل بعضها، الأمر الذي جعل الحكومة تعمل على اعتماد مخطط طموح يرمي إلى تشييد مركز استشفائي جامعي بكل جهة. وتجدر الإشارة هنا إلى المراكز الاستشفائية في طور الإنجاز في كل من الرشيدية، العيون وقلميم، آملين التسريع في وتيرة إنجازها بما يضمن تكوينا في المستوى المطلوب للطلبة الأطباء بهذه الجهات، وحتى تكون هذه المراكز قاطرة للمجموعات الصحية الترابية مع الرفع من مستوى أداء البنى التحتية العلاجية الجهوية منها والإقليمية والمحلية. إن العناية بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع يقتضي خلق مشاريع مع إصلاحات كبرى كما أرادها جلالة الملك، وذلك بالعناية بالأم والطفل داخل المؤسسات الصحية، وأيضا من خلال تأهيل دور الولادة وإمدادها بمختلف الأطر الصحية المتخصصة والتجهيزات اللازمة من أجل اعتناء شمولي بالمرأة الحامل. وهنا لا بد من الإشارة إلى النقص في الموارد البشرية خاصة منها الطبية، خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية، في غياب تعويض هذه الموارد رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال. ولا بد أيضا من استحضار مضامين البرنامج الحكومي بخصوص تأهيل المراكز الصحية الأولية وتهيئتها لاحتضان طب الأسرة بعد وضع إطار نظامي وعلمي لهذا التخصص واعتباره تخصصا طبيا قائما بذاته، للسماح لأطباء مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالعمل في إطار تنظيمي واضح المعالم. وتعتبر أقسام المستعجلات إحدى رهانات إصلاح المنظومة الصحية بالنظر لما تعرفه من خصاص على مختلف المستويات تجعلها عاجزة عن القيام بالمهام الموكولة إليها في ظل ما تعرفه من اكتظاظ يحول دون تقديم الخدمات الصحية اللازمة التي تحفظ كرامة المواطنين. سيد رئيس الحكومة، يعتبر الجسم الصيدلي بجميع مكوناته شريكا حقيقيا في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية بالنظر للدور الذي يلعبه في ضمان الأمن الدوائي والخدمات التي يقدمها للمرتفقين والمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا المجال، وما يتطلب ذلك من ضرورة تشجيع تنافسيته وضرورة تجويد نموذجه الاقتصادي مع تعزيز جسور التعاون والتكامل لما فيه خدمة صحة المواطنين. ولا بد من الإشارة أيضا سيد رئيس الحكومة أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء ذلك الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، أو بالنسبة للأشخاص غير القادرين عرف تطبيقه عدة صعوبات، خاصة منها تحديد الفئات المستهدفة للاستفادة من هذا النظام في غياب معايير موضوعية محددة كفيلة بضمان الشفافية والنزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص. إن روح الجدية التي تطبع عمل الحكومة كما دعا إليها جلالة الملك في تدبير السياسات العمومية والقطاعية ومختلف الاستراتيجيات والمخططات والبرامج الوطنية تدعوكم إلى تعبئة جميع الطاقات والإمكانات المتاحة لربح رهان إصلاح شمولي للمنظومة بكل أبعادها لطبع التأخر الذي يعرفه هذا القطاع في إطار تعزيز السياسة الإرادية التي يتطلبها خصوصا بالمناطق النائية
بعدما عبرتم في أكثر من مناسبة عن وعي الحكومة الكامل بجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها من أجل إنجاح هذا الورش الملكي الكبير. والله ولي التوفيق. شكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة.